ما بيصلي. استغفر ربك، كيف تكون انت بتصلي؟ اللي ما بيصلي هذا بقول ما يصلي. صلاة عمود الدين. هذا انت ايش كفرك؟ فاهم ولا تصلي؟ قاعدين يصلون ربع 10 دقايق وبعدين ارجع لهم. مشان خلينا نلحق الجماعة. لا انا سابقكم. ابداك تو مدني يا اخوي. وش يقولون عنك الموظفين انك راجع لما تصلي؟ ما تسجد في صلاة الميت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خذ عقلك تعال يا اخي، انت مسيحي بوذي ما تعرف تصلي على ميت، مسلم يمين ويسار. ترى انا اول مره اصلي على ميت. انت انسان ما تصلي. زي ما شفتوا كده، من أصعب الأشياء هي إن الإنسان ما يصليش، وإن ما يعودش ولاده يصلوا. سيدنا النبي قال: علموهم على 7 واضربوهم على 10 على الصلاة وفرقوا بينهم في المضاجع. امشي على كلام سيدنا النبي هترتاح. اللي ما بيصليش ده مصيبته كبيرة جدا والله. أنا عايزك تشارك الفيديو وتصلي على سيدنا النبي عشان غيرك يستفيد. أبانا آدم لما ربنا أمر إبليس يسجد له أبى واستكبر. ما بالك أنت مش عايز تسجد لله؟ جلسة مع ربنا عز وجل. سيدنا النبي قال: عندما يأتي العبد إلى الصلاة تكون ذنوبه على عاتقيه وعلى رأسه، كلما أطال السجود تتساقط عنه الذنوب. الله، متخيل جلسة مع ربنا وأنت مفكر أن أنت بتصلي لربنا وربنا ما يحتاج صلاتك ولا صلاتي؟ حاشا لله، غني عن العالم كله. لكن الصلاة دي شكر. الصلاة دي شكر. أول ما تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، الله، نحمد ربنا. الصلاة إنك تشكر ربنا عز وجل على النعم، على الزوجة، على الذرية، على المال، على أي نعم عندك. لكن فكر إن أنت تصلي لربنا وربنا مش محتاج صلاتنا، لا. ده الصلاة ديت إنك تحمد ربنا إنه إحنا مسلمين وإن أنت عندك خير وعندك. فالموضوع خطير جدا. مش عايز تحط راسك لله عز وجل وتصلي له، أمر أعظم من مصيبة إبليس. ما رضيش يسجد لأبانا آدم، لكن أنت مش عايز تحط راسك لربنا عز وجل. مش هقول أكتر من كده في الفيديو. وفي نهاية الفيديو صلي على سيدنا النبي مشاركة عشان غيرك يستفيد. الدال على الخير تفاعله. وانشر الفيديو واعمل متابعة عشان يوصلك كل يوم معلومة جديدة. بص على الفيديوهات، هتلاقي فيه فيديوهات ومعلومات قيمة وجميلة. هدفنا نشر الخير. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب، ويهدي أولادنا ويحفظ نسائنا ويجعلها أيام خير وسعادة، ويكفينا شر الحاقدين والحاسدين والناظرين. والسلام عليكم ورحمة الله.